الوطن العربي حرفيا مقلوب على الشاب ده، وبيقولوا انه اول راجل عربي يحمل ويخلف. احمد فاتح هو شاب من اصول جزائريه، في 2023 قرر يتحول جزئيا لانثى، لكنه قرر يحتفظ بمظهره الخارجي كراجل، وده خلى شكله كده. وبعد فتره خضع لعمليه جراحيه بتخليه قادر نظريا على الحمل، عشان كده اتجوز من شاب سعودي، وبعدها الدكاتره زرعوا في بطنه بويضه مخصبه وتابعوا معاه الحمل لمده 9 شهور كاملين، لحد ما احمد خلف بنت وسماها مايا بولاده قيصريه. بس الصدمه بقى انه لحد اللحظه دي مفيش اي مصدر طب موثوق اكد ان في راجل بيولوجيا يقدر يخلف، ومفيش اي دليل علمي بيقول ان زرع جنين في بطن راجل بلا رحم بينجح فعلا. هو في متحولين رجاله حملوا قبل كده، لكنهم كانوا متحولين من انثى لذكر، وده لان عندهم رحم اصلا يقدر يستوعب ويشيل الجنين. لكن زرع جنين في بطن راجل من غير رحم دي حاجه تجريبيه جدا، ونسبة نجاحها صفر تقريبا. وده بيأكد لنا انه مش اي حاجة نشوفها على السوشيال ميديا بتبقى حقيقة. وهنا بيظهر سؤال مهم: هل القصص دي بتتعمل بهدف اننا نتقبل المواضيع دي عادي في مجتمعاتنا، ولا هي غير مقصودة؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. سلام.